كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. ليه البس اللي يعجب الناس؟ ليه الضحك من غير سبب قله ادب؟ صدر لنا جيل نكدي. الحديث حتى تبسمك في وجه اخيك صدقه. خليك راسي كده، كشر كده وانت داخل، هيبه كده. ليه الراجل اللي اذبح لها القطه وهي مش فاكره هي بتعمل في ايه؟ اديه في ريشه. ليه في حيوانات في البيت؟ ما نتعامل بني ادمين عادي. ايه العيب ان انا اقول ان الراجل ما عيطش؟ ايه العيب اللي حصل؟ انا لو ما بعيطش هتلاقي الرجاله دايما اللي هو نكدي، بجيب له قد كده وقاعد ماسك فيس. الست بقى هي بتحب تعيط، هتلاقي كيس شيبسي بتتنطط. هنا بتعرف تعبر عن مشاعرين. طب انا طفل، مش الطبيعي ان انا اتحرك؟ طب لما كل لما اتحرك بيتقال لي لا ما تتحركش، يوصل لي ايه؟ ان انا مزعج، مش مقبول، ان انا طب ما العيال كلها بتلعب، اشمعنى انا؟ صح؟ او لما تاخد العيال الجامعه، يجي مثلا يلاقي العيال بتجري مثلا تاخد العيديه، اقعد ما بياخدوا العيديه، ما سيبني اروح اخدها. حاجه كانت سخيفه قوي، ما كله بياخد فانا جت عليا. طب اديها لي لما نروح، اديني بدلها. فكل الكلام ده خلى عندي قناعه كلمه لازم 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 عشان كذا، ولازم عشان كذا، ولازم عشان كذا. فحدد لي، عارفه اللي هو انا براحه اهو، حجر واسع. انا الاوضه هي اقدر اتحرك فيها براحتي. خلاص لا انت هنا. يعني ابني بيقول لي مره بابا حاول تظبط الفيديوهات عشان البادي لانجوج بتاعتك ما عجبتنيش. انا وبادي لانجوج. فقلت له فين؟ شغل كده. فاول واحد قال لي تمام تمام. جه بقى عند انهي فيديو؟ انا مقعدني في الاستوديو بيقول لي بص ما تحركش ايدك عشان ما تطلعش بره الكادر. فانا بعمل كده. طب ما طبيعي، مفيش بادي لانجوج.